ليه ممكن تنام 8 ساعات بالليل وبرضه تصحى مش فايق؟ طب ليه القهوة بتفوقك وبعد شوية تنعس أكتر من الأول مرة واحدة؟ وإزاي لو فوتت ميعاد نومك تحس إنك فقت لكن بعد كام ساعة تنهار من التعب؟ وإزاي الموبايل ممكن يبوظ نومك كله؟ كل ده بيحصل لأن النوم عبارة عن نظام معقد شغال جواك. النهاردة هنفهم طبيعة النوم وإزاي بيشتغل فعلا في العقل والجسم. الفيديو ده مبني على أفكار من كتاب Why We Sleep أو لماذا ننام لماثيو ووكر. يلا بينا نبدأ. 1. الأدينوسين. من أول ما تصحى الصبح مخك بيبدأ يكون مادة اسمها أدينوسين، وكل ساعة صاحي فيها وكل نشاط بتعمله بيزود مستوى المادة دي، ومع طول اليوم توصل لمرحلة تحس فيها إنك بتبذل مجهود عشان بس تفضل صاحي. ده لأن الأدينوسين بيعلى في المخ وبيبعت إشارة واضحة للجسم: اهدى، وقت النوم قرب. النوم مش بيمسح الأدينوسين مرة واحدة، لكنه بيقلله بالتدريج أثناء الليل. عشان كده لو نمت ساعتين بس وصحيت تحس إنك مش فايق بالكامل، وده لأن العداد الكيميائي نزل شوية لكن ما وصلش للمستوى المطلوب للنشاط. طب إزاي القهوة بتفوق؟ ماثيو ووكر بيقول إننا فاكرين إن القهوة بتدينا طاقة، لكن اللي بيحصل إن الكافيين شكله الكيميائي قريب جدا من الأدينوسين، فلما بتشرب القهوة الكافيين بيروح يقعد مكان الأدينوسين على المستقبلات بتاعته في المخ. الأدينوسين نفسه ما بيختفيش، هو لسه موجود وبيتراكم مع الوقت كمان، لكن المخ مش حاسس بيه لأن المستقبلات متقفلة بالكافيين. يعني تبقى نعسان الساعة 4 العصر مثلا فتشرب قهوة، بعد نص ساعة تحس إنك فقت، لكن بعد ساعتين تنعس جدا مرة واحدة. اللي حصل إن الأدينوسين كان عمال يزيد عادي، وأول ما تأثير الكافيين خف المستقبلات فتحت وظهر كله مرة واحدة، فحسيت بإرهاق أشد من اللي كان قبل ما تشرب القهوة. التأثير ده اسمه كافيين كراش أو هبوط الكافيين. 2. الساعة البيولوجية. جسمك فيه ساعة داخلية بتتحكم في توقيت النوم والصحيان بغض النظر عن إرادتك. عشان كده ممكن تلاقي نفسك في يوم أجازة بتصحى الساعة 7 الصبح من غير منبه، لأن جسمك متبرمج على وقت صحيان معين. وعشان كده كمان ممكن على الساعة 9 بالليل تلاقي نفسك نعست، لأن جسمك متبرمج إن ده وقت النوم. لكن لو فوتت الوقت ده وما نمتش على الساعة 11 كده تحس إنك فقت. ده لأن الساعة الداخلية بتبعت دفعة نشاط قصيرة تساعدك تكمل اليوم وتغطي النعاس بشكل مؤقت، مع إن ضغط النوم لسه بيزيد، بس أول ما الدفعة دي تخلص النعاس بيرجع أقوى من الأول. لكن في وقت متأخر تكون في أنظمة النوم خلاص اتلخبطت، فتبقى محتاج تنام فعلا، لكن الدخول في النوم بقى أصعب. الساعة البيولوجية كمان بتتحكم في درجة حرارة الجسم والهرمونات. يعني قبل النوم بساعتين تقريبا الجسم بيبدأ يقلل حرارته الداخلية تدريجيا، عشان كده ممكن تحس إنك بردان حتى لو الجو ما اتغيرش. انخفاض الحرارة ده إشارة للمخ إن وقت النوم قرب. في نفس الوقت هرمونات اليقظة بتقل وهرمونات الليل تبدأ تشتغل، فالإحساس العام يبقى أهدى وأبطأ، والجسم يقفل أنظمة النهار ويفتح أنظمة الليل واحدة واحدة. 3. الضوء هو ريموت كنترول الساعة الداخلية. الساعة البيولوجية بتحدد النوم والصحيان صحيح، لكن أهم حاجة بتظبطها كل يوم هي الضوء. النور يعني نهار والضلمة يعني ليل. عشان كده لما تقعد على موبايلك في السرير نص ساعة قبل النوم ممكن تحس إن النوم طار، ده لأن عينك بعتت إشارة نور، فالمخ افتكر إن اليوم لسه مخلصش فأخر تشغيل نظام النوم وعطل الإشارات الطبيعية اللي بتشغل هرمون الليل اللي هو الميلاتونين، حتى لو جسمك كان مرهق. والميلاتونين ده مش منون، الميلاتونين عامل زي الجرس البداية اللي بيعلن للجسم إن الليل ابتدى. أول ما الدنيا تضلم المخ يبدأ يفرزه فيبعت إشارات لباقي الأنظمة: هدوا النشاط، نزلوا الحرارة شوية، قللوا اليقظة، وابدأوا حضروا للنوم. عشان كده حتى نور بسيط وثابت ممكن يبوظ النظام ده.
يعني لو نمت في أوضة فيها نور شاشة أو لمبة صغيرة مثلا، المخ بيفضل شايف إشارة ضوء، فيتعطل التحول الكامل لوضع الليل وما يدخلش في النوم بعمقه الطبيعي. والنتيجة إن جزء من المخ بيفضل صاحي شوية والانتباه ما بيقفلش بالكامل، فتصحى حاسس إنك نمت أيوة بس مش فايق. لما نفهم النوم من أساسه، كتير من اللي بنمر بيه بيبقى له معنى، فنقدر نتعامل معاه صح، مش بإننا نزود ساعات النوم، لكن بإننا نزود جودة النوم في الساعات دي. في الفيديو اللي جاي هنغوص أعمق جوه النوم نفسه ونفهم مخك بيشتغل إزاي وإنت نايم. سلام.